اوكي، ما تيجي نعمل اكله هتنفعنا كل يوم، وعايزه اقولك هتخزنيها، وكمان لو عايز تعملي منها مشروع بجد هتكسبي منها حلو قوي قوي. يلا بينا. هنجيب شويه فول مدشوش دول نص كيلو، هننقعهم. انا نقعتهم لمده يومين، وتغيري عليهم وتصفي الميه وتغيري عليهم كل شويه. تمام تمام. هنا بقى صفيتهم كويس جدا، وهجبت الكبه هخرط فيهم، هخرطهم يعني فيهم. هنا جبت 5 فصوص توم نزلتهم عليهم، انا قسمتهم لجزئين، هخرطهم على مرتين. خدت نص حزمه الكزبره وبصلايه خضراء ونص حزمه الكرات زي ما انت شايفه اهو بالشكل ده. هخرطهم حلو قوي لغايه ما يكونوا ناعمين جدا جدا جدا، تنعميهم على قد ما تقدري. طبعا كل ما تكوني الفولايه منقوعه كويس وبتتكسر كده في ايدك، اعرفي ان انت لما تيجي تشتغلي فيها هتبقى سهله معاكي، وهتبقى ناعمه حلوه معاكي. تمام. عايزه اقولك ما تكتريش الخضر عشان ما تغمقش معاكي. عايزه اقولك ولو ما لقيتيش كرات ممكن تقدري تحطي بصل اخضر، ممكن لو ما لقيتيش بصل اخضر ممكن تحطي بصل عادي ابيض، مفيش مشكله. اهم حاجه الكزبره والكرات بيبقى حلو قوي فيها، بس لو ما لقيتيش مفيش مشكله، استغنى عنه وحطي بصل اخضر. ما لقيتيش بصل اخضر حطي بصل ابيض. تمام تمام. هنا بقى هنحط رشه كمون، وهنا حطيتهم على بعض كلهم، وقلت بقى هديهم ضربه ايه جامده. حطيت شويه ملح زي ما انت شايفه كده. بصي ما شاء الله القوام ذاتي ازاي، لان طبعا ضربته حلو قوي ودخل الهواء فيه كويس جدا. كل ما تضربي فيه كل ما الهواء بيدخل وايه وتبقى هشه كده فيها زي الفل كده يا بنات، زي الفل. هنا بقى بص بسم الله ما شاء الله لونها حلو قوي وناعمه جدا. هنزلها في الطبق زي ما انت شايفه كده. وعايزه اقولك وعملت منها مشروع ما شاء الله بجد، هي مش مكلفه بالعكس بتعمل كميه كبيره. هنا بقى تجيبي مضرب كهربائي او مضرب يدوي وتفضلي تضربي فيهم قد ربع ساعه كده، هيخلي الهواء يخش فيه والقطعه تبقى ايه هشه. هنا بقى قسمتهم تقريبا على 5 اكياس. هنا الكيس ده انا هجربه وهعمله معاكم. حطيت فيه شويه ملح وشويه كزبره وشويه كمون، تقلبيهم كويس جدا وتسخني الزيت، ويلا بينا نقلي ونشوف هتبقى طالعه معانا عامله ازاي. هنا بقى اسهل طريقه لطريقه يعني التشكيل، تحطيها في كيس زي ما هي كده، وتقومي منزله على ايدك زي ما انا بعمل كده انت شايفاها طبعا، وبتشكليها كويس جدا، بتظبطيها بصوابعك وتنزليها. لو عندك سمسم بقى حطي. انا بصراحه ما كانش عندي، كنت عايزه اصور لكم الفيديو عشان انزله لكم، فصورته عشان ايه اشوف هتبقى عامله ازاي. زي الفل كده يا بنات زي الفل. هنا ما شاء الله لونها جميل، عايزه اقول لك ريحتها كانت قلب البيت، وطعمها خطير جدا 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 والله العظيم. اهم حاجه ما تكترش الخضره. هي انا اللي انا استخدمته حزمه كزبره وحزمه كرات وواحدتين بس بصل اخضر حلو كده، ومعلقه ملح، معلقه ملح، وكمان اللهم صل على كامل النبي رشه كمون ورشه كزبره في الاخر واما جيت اعملها يعني. هنا بالشكل ده. عايزه اقولك بقى فرزاها في التلاجة وما شاء الله زي الفل. هنا بقى كانت مقرمشه من بره وطريه وهيشه كده من جوه، والله العظيم كانت طعمها حلو قوي 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 قوي، بالف هنا وشفا. طبعا الكيس ده يا جماعه شوفوا انتوا بتجيبوه بكام، طبعا حاجه غاليه، وكفايه بس ان انت بتعمليها بنظافه والزيت بيبقى نظيف، غير الزيت اللي بيبقى في المطاعم بيبقى لونه اسود ومش حلو، وبتبقى مكتومه كمان وبتبقاش مطحونه كويس. بصراحه ما بتعجبنيش وبتبقى ناشفه وما بتبقاش حلوه خالص. هنا بسم الله ما شاء الله عملتها. وبص الكيس ده يا جماعه قولوا لي الكيس ده انتوا بتجيبوه من المطعم بتجيبوه بكام؟ وما شاء الله موفره. الكميه دي كلها كانت نص كيلو، ما شاء الله عملت كميه حلوه قوي معايا، ويعني زي الفل والله العظيم كميه حلوه قوي على نص كيلو. ما شاء الله بالف هنا وشفا، وجربيها وادعيلي. بالف هنا وشفا على قلبكم يا بنات.